شعوري اني موجود اليوم على موازين او بالمغرب. اول شيء تفاجأت بمحبة الشعب المغربي للفن، وشلون بيسمع الموسيقى بطريقة مختلفة. تاني شيء بلد جميل جدا، وعيت على البحر، الأطفال عم تلعب على البحر، الطاقة كتير حلوة، ناس بتحب الحياة. انتو شعب بجنن، وعم شوفكن كيف بتحكوا عن الفن بطريقة مختلفة جدا. يعني مشاعري كلها إيجابية ومهضومة، وما شاء الله عليكم كلياتكم. سؤال تاني كان شو محضر المهرجان اليوم في انا وصغير كنت بسمع كثير عن الفن المغربي والثقافه المغاربيه بالموسيقى عموما. فكوني انا الكاتب والملحن جربت اخلق مزيج بين اللهجه الشاميه والايقاعات المغربيه، واخلق اغنيه اليوم رح نفتتحها بموازين ان شاء الله، وان شاء الله تعجب الشعب المغربي، والاكيد ما رح تكون الاخيره. تفضل. On va passer. هيا لا من لو سي تي في. شفنا بلي درتي ديو مع تامر حسني. بغيت نعرف واش كاين امكانيه انك دير ديو مع مغني مغربي، انت فان ديالو، ولا كاينه شي حاجه جايه في المستقبل؟ اكيد الي الشرف في فنانين مغاربه مشرفيننا بالعالم وبالعالم العربي كلياته وبالشرق الاوسط، واللي مشاركني المسرح اليوم حاتم عمور، انا بحبه كتير اول شيء. في كتير فنانين مغاربه براسي، واكيد بطمح وبيوم من الايام رح يكون في هذا الفن، وهذا الشيء اكيد رح اعمله، وبوعدكم ان شاء الله رح تكون غنيه تكسر الدنيا مثل ما عملت انا وتامر حسني ان شاء الله. يمكن في كتير صحافة أو إعلام بتضيع بتصنيف الشامي كفن. هو أكثر من ما هو مؤدي أو مطرب أو فنان، وأكثر نقطة اشتغلت عليها بحياتي كوني بكتب وبلحن، وبعرف اختار الجملة واللحن لصوتي وما يتناسب مع صوتي. هذا الشيء خلق لي بعد فني ورؤية فنية عند الأطفال أو على أي صوت، إني أقدر أتخيل شو اللي بيناسب صوته، شو اللي فيه يغني بيكون حلو، شو الطبقات اللي ممكن تكون بتتناسب هو يغنيها. هذا الشيء خلاني عندي تجربة بقدر إنها مختلفة عن كوني فقط مؤدي، لأنه عادة الفنان بيكون بياخذ الكلام واللحن وبيسقطه على صوته وبينقل هذه التجربة إلى فنانين آخرين، ولكن أنا أخلق هذه الأغنية والكلمة واللحن وقادر أتخيلها على هذا الصوت. هذا الشيء نقلت تجربة مختلفة كليا للأطفال، والحمد لله رب العالمين. وضحت مع زكريا الصوت المغربي يلي رفع راسنا وراس المغرب، ومع ساري صليبي وكثير من الفنانين. فكان في نقطة هيك مميزة قدمت لهم إياها للأطفال، وإن شاء الله تكون نجحت. كتر خير الله. صراحة سعدت جدا اليوم لما عرفت إنه في مباراة مع المنتخب المغربي، لأنه أنا أصلاً بشجع المنتخب المغربي، وهو عدة مرات رفع راسنا عربياً، هي مش أول مرة، وعالمياً وهذه مش أول مرة. ودائماً نطلع بالمستقبل إنه إحنا أكيدين وواثقين فيه إنه هو حيضل رافع راسنا، وهذا شرف لإلي إنه رح كون اليوم عم أقدم حفل فيما بعد حنحضر كلياتنا هاي المباراة العالمية ورافعين راسنا. يعني كل التحية للمغرب والفريق المغربي. أول شيء تحية للفنانين يلي استخفوا فيني ويلي ما استخفوا فيني. بعتقد انه الفنانين يلي استخفوا فيني هن هي السنة ما وقفوا على موازين. لانه كل فنان احترمني ووقف معي وحضني، مثل الفنان الكبير يلي انا بعرف انه كان عنده حفل، وائل كفوري الفنان الرائع. فبالفعل الفنان اللي بيحضن المواهب الجديدة وبيوقف جنبها هو فقط من يستحق ان يقف على موازين. كوني مكسر رقمين قياسيين عالميين بجينيس ومع 2 جينيس، هي كانت شهادة عالمية بأنه النجاح ممكن يتوسع بالأرقام، وممكن نتصدر أهم المنصات العالمية منها بيلبورد أرابيا، ومنها كتير منصات عالمية تصدرتها بحياتي. كتر خير الله. بس أنا بالنسبة لإلي هو كل هاي شهادات، الأهم بالنسبة لإلي لكسر التحدي والاستخفاف بما فعل الشامي بحياته الفنية هو الاستمرارية وليس النجاح إلى حد هذه اللحظة. أنا لهلأ صار لي 6 أو 7 سنين مستمر بالفن، وعندي عملت كثير من الموسيقى اللي انتشرت عربيا الحمد لله رب العالمين، ولكن الاستمرارية هو البرهان والتحدي الوحيد اللي رح أثبته للعالم العربي ولكل حدا حجم من موسيقتي ومن الموجة الموسيقية اللي انخلقت. هي شغلة. الشغلة الثانية بالنسبة لألبوم هوية. ألبوم هوية هو كناية عن ماذا قيل وردت بالعالم العربي إنه الشامي خلق نيش
او فرع اخر للبوب العربي مختلف عن السائد. فبدي ترجم هذا الشيء بألبوم هوية، انه هوية الشامي ليس محصورة فقط بالبوب، ممكن يقدم الكلاسيك، ممكن يقدم كتير أنماط موسيقية ضمن هذا الألبوم. وأنا بدأت وليس ختمت معلين الحايك كهدية للجمهور. وأنا اليوم عم حضر أول عمل قادم قريبا، هو مخالف للمتوقع، وهو عمل كلاسيك داخل فيه الأوركسترا والكمانجات والعود و فإن شاء الله يحبوا الجمهور وننتقل لمرحلة فنية جديدة. أول شيء أنا عارضت لما حدثت ظاهرة الفانز أو الجمهور، لما بدأ يعمل تاتويات وشوم على جسمه صورتي أو اسمي أو إلى آخره. ظاهرة حقيقة ما لها كتير لطيفة. بحترم جدا إنه هي تعبيرا عن محبتهم لإلي، وإنه أنا وصلت رسالتهم أو قضية اللجوء السورية إلى محل عربي أو عالمي، كتر خير الله. بس أنا كان في رمز، في هدف وراء الوشم تبعي، وأنا مش هون بصدد إني أحكي شو الصح وشو الغلط. جل من لا يخطئ. أنا شاب عمري 24 سنة، بعمل الصح أوقات قدامكم وبعمل الخطأ أوقات قدامكم، ويمكن بلحظات معينة الجمهور لازم ينصحني مش يمشي معي بالخطأ. فأنا ما فيني أتحمل مسؤولية بعض أخطاء الجمهور، ولكن دائما رح أبقى حاضنهم شو ما بيعملوا، لأنه هذا جمهوري هو اللي خلاني اليوم عم غني بموازين. فهي أول شغلة. الشغلة الثانية بالنسبة لقضية بلدي سوريا، إذا أنا ما نزلت على بلدي سوريا وما وقفت على مسارح بلدي سوريا، بس أنا كنت من وقت ليس بعيد كنت بباريس، وكنت بأستراليا، وكنت بكندا، وكنت بأمريكا، واليوم أنا بالمغرب وبالخليج. رح ضل عم وصل القضية السورية واسم بلدي سوريا للعالم كلياته. وبالنسبة لإلي يمكن عندي شغل إني أعمله كانتشار رسالة حب سورية للعالم العربي وللمغرب تحديدا ولكل العالم، هو أهم من ما شو ممكن كون عم أقدم لبلدي في الداخل. فأنا عم أقدم، أنا سفير لبلدي في الخارج، هذا أهم بالنسبة لي. بالنسبة لأنجي خوري يا شرير سبحان الله، بحالة الانتشار وبحالة انه الناس عم تطلع عليك من بعيد، ما بتعرف حالة من الذهان او حالة من الوهم او حالة من الاشياء بتصير. انت عم تتعرض لملايين من الناس يوميا وفيديوهاتك عم تنتشر، ما بتعرف كل حدا شو خطر على باله. الاهم نحن كصحافة وكفنانين نكون مركزين على المعنى الاسمى من هي الامور، وما نركز مع الشوائب والاشياء يلي بتصير هيك وبيتعرض للفنان. شكرا. الشامي، اخر رسالة لجمهورك في موازين اللي غادي يحضر معك اليوم الليلة. أنا كتير فخور وكتير ممنون إني قاعد بيناتكم اليوم. أنتو شعب غرقان بالثقافة والفن. شكرا كتير لأحضانكم لإلي وإني أنا هون بيناتكم. بحبكم كتير، حبوا حنان. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.